يلا بينا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا النهارده في حصتنا الحصة التانية، تمام، في الشهر الايه الرابع، ماشي، تانية ثانوي طبعا. طيب عندنا بنقول ايه بقى؟ طبعا عندنا هنا بيقول لك ايه راجاتسي، ايه راجاتسي يعني الولاد، تمام. سونو اكازا دي ايه، دي كازا دي ايه، دي اليسيا. سونو اكازا دي ايه، دي اليسيا. قال لك اليسيا ايه طبعا. طبعا كيارا e Alessia طبعا هنا عندنا devono fare، يجب عليهم fare ricerca una ricerca يعني بحث sul الانترنت على الانترنت per il compito di inglese عشان واجب ايه الانجليزي. قال لك طبعا هنا عندنا باولو، تمام، فولي طبعا ليجر كان عايز طبعا، او هنا عايز يقرا اي فوميتي يعني قصص مصوره دي ايه دي فراتيلو دي اليسيا يعني بتاعت ايه اخو مين اليسيا. جوليا طبعا الشركه طبعا تبحث على ايه طبعا ايه تلوكوموندو اللي هو طبعا الريموت، طبعا اللي هو الريموت الكنترول بيرجوارداري التلفزيون عشان يتفرج على التلفزيون. بعد كده بيقول لك هنا طبعا دينو، طبعا دي اتش دينو بيقول طبعا هنا انفيتش قصدي على العكس فولي طبعا جوكاري على الكمبيوتر، عايز يلعب على الكمبيوتر. ومانجاري الجيلاتو الجيلاتو طبعا او ياكل ايه الايس كريم. قال لك طبعا الجيلاتو نون تشي مفيش ايه طبعا ايس كريم، تمام. ما تمام ايه تشي ديلا تورتا، ولكن يوجد ايه تورتا ان الفريجو ديل ايه طبعا الفريجو طبعا ديترو طبعا ايه الفورماجو يعني في ايه طبعا في الثلاجه خلف ايه الفورماجو اللي هي الجبنه، ماشي. اول سؤال عندنا بيقول لك كي كوزا ديفونو فاري لسه ايه طبعا جوليا. طبعا هنا عايزين كانوا يعملوا ايه طبعا ايه كوميتو طبعا دي انجليزي، واجب ايه الانجليزي. طيب دوفي التليكوموندو ديل تلفزيون، طبعا هي ما جاتش في القطعه، كانت المفروض فعلا تضاف هنا في القطعه، ولكن احنا خدناها في الدايلوج بتاع المره اللي فاتت لما اتكلمنا عنها في الصفحه اللي قبلها. طبعا كان قال لك سوتو التلفزيون، تحت التلفزيون. طب هل هي ممكن استنتاج؟ لا، لو في الامتحان هتجي لك مكتوبه في القطعه عادي، ماشي. دي كانت المفروض تضاف في القطعه بس. طيب بيركيت جينو فولي الكمبيوتر، تمام، بيرجوكاري اون فيديو جوكي عشان يلعب العاب ايه الفيديو جيم. طيب رقم خمسة كوزا تشي دا مانجار نيل ايه نيل فريجو، في ايه الموجود في الثلاجه؟ طبعا عندي لا تورتا ايه الفورماجو. طبعا المواقف هنا يا جماعه، اول حاجه بيقول لك طبعا دينو رينجاريتسا باولو، دينو بيشكر ايه باولو، حلو. قال لك باولو ريسبوند ايديتش، حلينا قبل كده على فكره. باولو هيرد يقول لك بريجو، وطبعا نون تشيديكي لا داعي لذلك. طيب اللي بعد كده بيقول لك هنا طبعا عندنا كواندو ريسبوندو ا اون رينجراتسيامنتو دي اون اميكو، للرد على الشكر برضه نفس الكلام عندنا فريجو وطبعا نون تشيديكي، طبعا قصدي فيجوراتي طبعا ونون تشيديكي. طيب بعد كده طبعا عندنا كواندو عندما طبعا اسبريمي البوسيسو، اسبريمو البوسيسو بعبر عن الملكيه، فالاجابه رقم بي لانها في جي زائد اسم، والاجابه رقم تشي او سي عشان فيها ايميا، ماشي. طيب فيجوراتي بتقولها امتى؟ طبعا ريسبوند اون رينجرات سامنتو للرد على الشكر، ودينو رينجريت سامي دينو بيشكرني. طيب كيدو البوسيسو، طبعا كيدو البوسيسو يبقى لازم اي حاجه في علامه ايه علامه استفهام، طبعا يبقى رقم دي مستبعده. اول حاجه اكي اورا في اي ساعه، لا دي طبعا كده مش بيسال على الملكيه. دوفي ابيتا اين تسكن، لا مش بيسال برضو على الملكيه اهي. دي كي اي كويستا ريفيستا مثل كمان يكون هذه المجال. طيب اي توا كويستا ماكينه يعني بتاعتك العربيه ديت، تمام، اي توا بتاعتك. طيب بعد عندنا رقم 6 ادسترا، ماشي اهو برضو عشان لو هنا مش واضحه، تمام. ادسترا واسينيسترا، فاكرينها ادسترا واسينيسترا، او طبعا ديترو، او طبعا سوتو او سوبرا، طبعا كل دي تحديد مكان، يبقى فوليو لوكاليزاري اونوجيتو. جاب رقم ايه؟ طيب رقم تشي عندي انفيتش البوستو، تمام، يعني ايه طبعا انجيكو يعني اوضح البوستو دي ايه دي اونوجيتو يعني اوضح مكان ايه شيء، طبعا لان كلمه بوستو معناها مكان، ماشي، بوستو معناها ايه مكان. طيب بعد عندنا الرقم طبعا دوماندا 6 سؤال 7 طبعا بيقول لك كواندو فولي لوكاليزاري un oggetto عندما اريد تحديد مكان شيء، طبعا بتعمل ايه؟ طبعا عايز بقى اي حاجه فيها اتجاه، هي هتلاقيها في رقم بي. طبعا لا كازا اي فيتشينا alla stazione، وطبعا لا كوشينا اي ا destra della camera di ايه دا letto، تمام. اهو طبعا هنا في عندنا ايه دي، تمام، وهنا عندنا ايه قصدي وعندي ادسترا، وهنا طبعا عندي ايه عندي فيتشينو، تمام يا جماعه، ماشي. عندنا في الصفحة اللي بعدها بعد كده طبعا عندنا ايه عندنا طبعا كيدو البوسيسو. كيدو معناها اسال، كيدو معناها ايه اسال، البوسيسو يعني الملكيه، بسال على الايه الملكيه. طبعا الاجابه رقم بي مستبعده، والاجابه رقم دي لان ده مش اسئله اصلا، تمام. عندي بقى ثلاثه، انهي واحده؟ قال لك طبعا دي كي ميلك مان، ايوه مظبوطه ميلك مان. طيب طبعا بيقول لك ايه كويستو ايه الميوتشوال، ده يكون موبايلي، لا طبعا ما تنفعش. طبعا اخر واحده هي اللي تنفع اي 2 طبعا او اي 2 طبعا كويستو تليفونينو، طبعا بتاعك التليفون دوت.
فطبعا هنا بيسأل على الملكية. طيب دوفي ساي دوفي ايه لا كازا دي اريزا، دوفي اين تعرف. طبعا يبقى هنا بيسأل على العنوان كيدو اندريتسو، كيدو الاندريتسو دي جوليا طبعا. وهنا فوليو سافير عايز اعرف دوفي ابيتا ايه اليسيا، اين تسكن ايه اليسيا. طيب اليسيا البانيو ايه اكانتو، شايف اكانتو دي اهي اتجاهات، يبقى لوكاليزاري نوجيتو. تمام اهي تمام. انفيتش دوفي ايه البانيو، وبشير اين يكون البانيو اهي، وبشير اين يكون البانيو، الاجابه رقم تشي باتشيو ايه. تمام. اي جوانتي سونو نيل كاسيتو. تمام، يعني الجوانتيات تكون في الدرج، كاسيتو ليه الدرج برضو بيحدد مكان جي. لوكاليزاري طبعا هنا لوكاليزاري طبعا اونو جيتو طبعا او لوكاليزاري. تمام. طبعا ايه الكاسيتو بحدد طبعا ايه الكاسيتو، الكاسيت في ايه يعني، او طبعا عندنا الاجابه رقم، بص بقى هقول لك ايه طبعا هنا عندنا، هنا لا دي غلط معلش، دي طبعا الاجابه انهي بقى، هتبقى الاجابه رقم تشي لوكاليزاري ايجوانتي. تمام، بحدد اماكن ايجوانتي. و انفيتشي او طبعا عفوا انديكو البوستو دي اونا ايه، طبعا دي اونا كوزا، يعني انا بوضح مكان ايه، مكان شيء، كوزا يعني شيء. طيب هنا بعد كده طبعا عندنا الابارتامنتو دي دينو، شقه دينو ايه الترسو بيانو، شقه دينو بتكون في الدور الثالث، ترسو بيانو الدور الثالث. ايه ام فيا بتريركا، وفي شارع ايه بتريركا. طيب يبقى هنا بنعمل ايه يا جماعه، اول سؤال بيقول لك طبعا انديكو وضح دوف ايه الابارتامنتو دي دينو، بوضح هي فين مكانها صح، لان هو قال له في شارع بتريركا. اللي بعد كده انكونترو دينو بقابل دينو، لا كيدو بسأل فين السؤال اصلا، يبقى ما تنفعش الاجابه رقم تشي. طيب هنا عندنا طبعا ديكو الاندريتسو دي دينو، بقول عنوان دينو برضو مظبوطه، برضو ايه مظبوطه، بقول العنوان ماشي. طيب اما تيجي تبص الاخيره بيقول لك ديسكريف الابارتامنتو دي دينو، بوصف شقه دينو، هو انا قلت اي حاجه، انا قلت واضحه ايه ولا اي حاجه، لا طبعا ماشي. طيب اللي بعد كده بيقول لك الله فيستا، طبعا الله فيستا ماريا ديتش، ماريا بتقول طبعا جراتسي ا توتي e noi rispondiamo al suo ringraziamento e diciamo، يعني احنا بقى احنا هنرد على شكرها ونقول طبعا هنقول ايه بريجو نون تشي دي كي، بريجو نون تشي دي كي، وطبعا عندي ايه وفيجوراتي ماشي. اللي بعد كده اخر واحده كيدو البوسيسو، بسال على الايه الملكيه صح. اما تيجي تبص، اما تيجي تبص طبعا بيسال احنا قلنا عايزين علامه استفهام، بص دي مش هتنفع ما فيهاش علامه استفهام، دي مش هتنفع ما فيهاش علامه استفهام، دي مش هتنفع ما فيهاش علامه استفهام. تخيل انا اتبقى لي اتنين، يا سلام، يعني لو واحد بس فاهم الحته دي يعرف على طول طبعا ايه يختار الاجابتين الصح، لان هم الوحيدين اللي فيهم علامات ايه، علامات استفهام. عندنا كلمات صفحة 74، عندنا طبعا هنا عندنا فيسبوك دي سهلة طبعا ما فيهاش حاجة، كالنداريو اللي هي النتيجة أو التقويم. طيب بعد عندنا طبعا جورنالي، جورنالي طبعا سبورتيفو جريدة رياضية، خلي بالك جورنالي مفرد مذكر، ايه تكتب عليها جورنالي مفرد مذكر. فريجو ثلاجة، فوميتي قصص مصورة، جيلاتو اللي هو الايس كريم، فورماجو اللي هي الجبنة طبعا. عندنا بعد كده طبعا لامبادا اللي هو طبعا المصباح، ليتو اللي هي سرير، بيركازو معناها على سبيل الصدفة، دا قصده هو عندي هنا طبعا افيري دا فاري معناها مشغول، طبعا على حسب بقى ايه مين اللي بيتكلم، افيري ده صرفه. اما اجي اقول لك مثلا اودا فاري يعني انا مشغول. طيب فراتيلو يعني اخ، فيتشينو معناها قريب من، موتيفو معناها سبب ماشي. هقول لكم كمان مره، عندي فيسبوك، عندي كالنداريو، طبعا عندنا جورنالي سبورتيفو، فريجو، فوميتي، جيلاتو، عندنا فورماجو، لامبادا، ليتو، بيركازو، avrà da fare، fratello، vicino، وكلمة موتيفو ماشي. يبقى النهارده عندنا كلمات صفحة 74 العمود اللي على اليمين. آخر درس عندنا في الجرامر وحاجة اسمها إيه؟ زمن الماضي تمام، المركب أو الماضي القريب، لأن هو اسمه بالإيطالي الباساتو بروسيمو، الماضي القريب أو المركب، وهنفهم ليه الكلمات دي. زمن الماضي، ركز يا جماعة، انا اول ما جيت اخدت معاك زمن المضارع اتكلمت معاك على حاجتين مهمين جدا صح، قلت لك لازم تبقى عارفهم ايه هما، قلت لك الكلمات الداله وايه والتصريف. هنا برضو نفس الكلام، هناخد كلمات داله عشان نعرف اذا الجمله دي في زمن ايه، يعني في زمن مضارع ولا في زمن ايه ماضي. فهنتكلم برضو على الكلمات
الدالة. ماشي. وتاني حاجة هي ايه؟ هي التصريف. واحنا طبعا اتفقنا ان التصريف هو شكل الفعل. شكل الفعل بيبقى عامل ازاي في الزمن اللي قدامنا. ماشي. كلام جميل قوي. تعال نشد خط كده جميل ونشوف الكلمات الدالة هنا هتبقى ايه. اكتر كلمة دالة على الماضي، ودي طبعا لازم تكون حفظ، لازم احفظها. اكتر كلمة دالة هي كلمة ايري. ايري يعني امس. ايري يعني ايه؟ يعني امس. تمام. امس. تمام. يعني امبارح. ايري يعني امس. يبقى اكتر كلمه داله على زمن الماضي المركب هي كلمه ايري يعني امس او ايه او امبارح. عندنا ايه كمان كلمات تانية؟ عندنا حاجه اسمها زي ستا ماتينا. لازم ابقى عارف الكلمات الداله. ها، ستا ماتينا معناها هذا الصباح، النهارده الصبح. ماشي. طيب في ايه كمان يا جماعه؟ عندنا حاجه زي كلمه فا. فا وخلي بالك بيجي قبل منها الفتره. تمام. فا بيجي قبل منها فتره معناها منذ. لو تاخد بالك يا جماعه، احنا كان عندنا في المضارع كان في ضا. لو الناس فاكره في المضارع كان في ايه؟ بدل طبعا عندنا هنا فا كان في ضا وبيجي بعدها الفتره الزمنيه. الناس اللي بتذاكر المضارع. طيب يبقى عندنا تاني ييري، وعندي استامتينا، وهنا طبعا عندي ايه؟ فا وقبل منها ايه؟ الفتره الزمنيه. طيب ده كلام جميل قوي. ماشي. ايه اخر حاجه عندنا يا جماعه؟ قال لي حاجه اسمها ايه؟ اسمها سكورسو. تمام. حاجه اسمها سكورسو او بساطو. سكورسو او ايه او بساطو، الاتنين معناهم السابق. سكورسو او ايه او بساطو الاتنين معناهم ايه؟ السابق. طيب خلينا نتكلم شويه على سكورسو وبساطو دول عشان فيهم حاجه كده. قال لك سكورسو وبساطو خلي بالك الحرف الاخير فيهم هنا بيتغير. ماشي. خلينا عارفين ان الحرف الاخير هنا ايه؟ بيتغير. تمام. اهو ده بيتغير. طيب بيتغير على اساس ايه؟ تمام. بيتغير على اساس إيه؟ على ايه اللي هيبقى السابق. زي لاست كده، لاست مانث، لاست يير. تمام. لاست ويك وهكذا. صح. كان على حسب يوم ولا شهر ولا سنه ولا ايه بالظبط. ماشي. فعلى اساسه هيتغير. طب تعال نشوف الامثله وهتوضح لنا اكتر واكتر. زي ايه؟ اما اجي اقول لك هنا عندي مثلا لا ستيمانا. تمام. لا ستيمانا. واجي اقول لك سكورس، هسيب بقى اخر حرف وهنا اقول لك بصا وسيب اخر حرف. طيب اجي اقول لك الميزه، طبعا اللي هو معناه شهر. تمام. حاجه اقول لك هنا سكورس او بصات. شوف بقى ايه اخر حرف. طيب هنا عندنا بعد كده ايه؟ عندنا بعد كده طبعا هنحط ايه اللي هبص فيها؟ كلمه انو اللي هي عام. برضه حاجه اقول لك سكورس او بصا وسيب اخر حرف. طيب حاجه اقول لك عندي مثلا ايه؟ جورني. جورني اللي هي الايام. سكورس او بصا وسيب اخر حرف. اخر حاجه ممكن تكتبها اللي هي ستات اللي هي الصيف. ستات اللي هي الصيف. سكورس عايز اقول بقى الصيف اللي فات. سكورس او ايه او بصات او سيب ايه الحرف الاخير كده زي ما قلت. يلا بينا بقى نشوف مع بعض. يلا بينا اهو كده. اول حاجه عندي ايه؟ لا ستيمانا. لا دايما خليك مع اداه التعريف، لازم تكون معاها اداه التعريف. خلي بالك. ها، لازم تكون معاها اداه التعريف. يبقى لا ستيمانا هتبقى مفرد مؤنث سكورسا او بساطه. ممكن برضه الحرف الاخير بس مش دايما الحرف الاخير بيبقى صح. يبقى لا ستيمانا سكورسا او لا ستيمانا او سكورسا او يقول لا ستيمانا بساطه اللي يعجبك. طبعا الاثنين معناهم الاسبوع السابق. الاثنين معناهم ايه؟ الاسبوع السابق او الاسبوع اللي فات. تمام. ادي اهو زي ما انت شايف بحرف ايه؟ بحرف الاه اهو. طيب ده كلام جميل. هنيجي نبص بعد كده عندنا الميزه. طبعا ميزه معناها شهر. ايل واخد اعداد تعريف ايل مفرد مذكر بس كورسو او ايه او بساطه. تمام. سكورسو او بساطه معناها الشهر السابق. معناها ايه؟ معناها الشهر السابق. تمام. طيب هنا عندنا بعد كده طبعا عندنا ايه؟ لانو العام، والعام اخرها طبعا او هنا طبعا يبقى مفرد مذكر. يبقى عندنا ايه؟ سكورسو او بساطه معناها السنه السابقه. ماشي. طيب اي جورني. اي جورني معناها الايام اهي، معاها ده تعريف الاي واخرها اي طبعا يبقى جمع. يبقى سكورسي او بساطي
معناها الايام السابقه. خدت بالك ازاي بيتحركوا؟ طبعا هما الاثنين واحد، مفيش اي اختلاف ما بينهم، عشان كده ما ينفعش الاثنين يجوا لك في الاختيارات بنفس الحرف، لان ساعتها الاثنين هيكونوا صح. طيب استعطي، خلي بالك معناها الصيف، وخلي بالك الصيف مفرد مؤنث من الاسماء الغير منتظمه. ها، خليك عارف ان الصيف مفرد ايه مؤنث، يبقى سكورصه او بساطه، معناها الصيف السابق. معناها ايه؟ الصيف السابق، زي ما احنا كده شايفين قدامك. خدت بالك بقى؟ عرفت ليه الحرف الاخير بيتغير، وعرفت هو ما بيجي يتغير بيتغير على اساس ايه، زي ما انت شايف. خلي بالك ممكن تجي لك اسئله في الامتحان عادي جدا، عادي جدا ممكن يجي لي عليها ايه اسئله في الامتحان. طيب بص الحته اللي جايه ديت، ماشي. اما اجي اقول لك هنا، ويا ريت اللي يعرف يقول لي، اما اجي اقول لك مثلا ان ماذا، تمام، نقط، اختار ايه هنا لو في كلمات داله؟ ايه اللي ممكن اختاره هنا يا شباب؟ حد يعرف؟ حد يعرف ممكن يقول لي هنا ايه؟ طبعا انتوا واخدين دايما ان في هنا ادوات تعريف، صح؟ هنا دايما ادوات تعريف. طيب اما يبقى في ادوات نكره، قال لك بقى اداه نكره تبقى فا. هنا بقى دور فا، هنا بقى دور فا اللي انا قلت لك عليها، اهي فا بيجي قبلها فتره زمنيه، اهي قبل منها فتره زمنيه، تكون مع اداه نكره او ارقام، شهرين، يومين، ساعتين، ثلاثه كده. انما لو اداه تعريف يبقى سكور بسيط. طب هنا معناها ايه بقى؟ معناها منذ شهر فات، او من شهر فات، منذ شهر ايه فات. يعني ايه؟ من شهر فات، تمام. معناها ايه؟ معناها من شهر فات، اهو زي ما احنا شايفين كده. ايه اللي حصل تاني للصوره يا جماعه؟ هل عند كله كده برضو ولا ايه؟ التصريف، ايه هو التصريف ده يا جماعه عشان برضو نبقى فاهمين؟ قال لي التصريف ده والله هو شكل، تمام، الفعل، شكل الفعل في كل زمن. يا ترى يعني التصريف ده بيبقى شكل للفعل، شكل للفعل في ايه؟ في الازمنه المختلفه. طيب قال لك التصريف هنا، ركز بقى معايا كويس قوي، بيتكون من ايه؟ قال لي بيتكون من اسر، تمام، من اسر او افيرا. بيتكون من ايه؟ اسر او افيرا زائد البي بي او التصريف الثالث للفعل. هنفهم كل واحده بقى كويس قوي، تمام. يبقى اول حاجه احنا عندنا ايه؟ يا اسر، اسر او افيرا، خلي بالك او، عشان في ناس بتفكر الاثنين، لا، او يا ده يا ده، زائد التصريف الثالث للفعل، وهوريك برضه التصريف الثالث ده بيجي ازاي. يبقى النهارده خلي بالك ان زمن الماضي المركب، خلي بالك عشان تبقى عارف بقى كويس، يتكون من كلمتين. بيتكون من ايه يا جماعه؟ بيتكون من كلمتين، اهو يتكون من ايه؟ من كلمتين. ايه هم بقى الكلمتين دول؟ اسر او افر زائد التصريف الثالث. طيب اسر وافر دول عباره عن ايه؟ قال لك زي ما انت كنت عارفهم بالظبط اللي خدناهم في زمن المضارع، كانوا ايه؟ سونو سي ايه، سيامو سيتي سونو، وافر او اي ا بيامو فيتا، اهو. يبقى لحد دلوقتي الكلام جميل. هنكتب التصريفات بتاعتنا، ادي اهو ايو، هنا عندنا تو، بعد كده هنا عندنا لوي ولاي، نوي، تمام، فوي، واخر حاجه هي ايه؟ هي لورو، اهي التصريفات بتاعتنا عادي جدا، تمام. طيب عندنا اسرع، تمام، هو زي ما احنا عارفينه بالظبط اللي احنا خدناه في المضارع اللي احنا خدناه في سنه اولى، هو سونو سي ايه سيامو سي سونو، اهو هكتبه سونو، تمام، سي ايه سيامو سيتي، واخر حاجه هي ايه؟ هي سونو، تمام. اهي تاني عندنا ايه؟ سونو سي ايه سيامو سيتي سونو، ده افير اهو، سونو سي ايه سيامو سيتي سونو. هفهمك على كل حاجه، اكيد هيبقى في عندك اسئله كتير، هحاول ان انا ايه هرد لك على كل الاسئله اللي بتدور في بالك اهو. يبقى ده اول حاجه ايه؟ فيربو، تمام، ايه اسر. طيب بعد ما كتبنا اسر اهو، تمام، طبعا بقى مش هيجي لوحده، هيجي معاه ايه؟ تصريف تالت، وهعرفك برضو التصريف التالت ده بيجي منين، ماشي اهو. افير بقى نكتب دلوقتي افير، هنكتب او اي ا، تمام، ابيامو، تمام، افيتي، واخر حاجه هي ايه؟ هي انو، اهو نفس اللي احنا عارفينه. بيبقى النهارده بنتكلم في ايه؟ في اسرا وافارق بنفس التصريفات اللي احنا عارفينها واللي خدناها في زمن الماضي بالظبط، واللي احنا في اول الترم لما كنا بنراجع على الترم سنه اولى طبعا اخدناهم معانا، ماشي. اسرا وايه؟ وافارق. وخلي بالكم برضه عشان تبقى عارف هنا في الزمن الماضي اسرا وافارق ما لهمش اي معنى تماما، هم عاملين شبه ايه؟ فيرب مساعد. مش عندنا زمن اسمه هاف او هاز، ده التصريف الثالث، هاف وهاز بيبقى ليهم معنى، ما لهمش معنى، تمام، بيبقوا ايه؟ بيقولوا عليه فيرب مساعد، صح كده؟ هو نفس الكلام برضه، اسر وافيرا هنا دورهم ايه؟ مساعدين،
دورهم هنا ايه؟ مساعدين، بيساعدوا. حلو، يبقى احنا قلنا اول شقين هم شقين، الشق الاول يا اسرا يا افيرا. ايه الشق الثاني؟ قال لك زائد تصريف ثالث. زائد ايه؟ تصريف. طب ايه التصريف الثالث ده؟ ايه التصريف الثالث؟ تعالى بص معايا، هفهمك برضه عشان تبقى واضحه معاك. بص كده، تعالى بص معايا بشكل كويس. عندي ايه؟ بص يا جماعه، قال لي والله انا عندي الفعل، تمام، المصدر. الفعل المصدر اللي احنا عارفينه العادي بتاعنا، تمام، كان بينتهي بايه؟ ينتهي، تمام، كان بينتهي بايه؟ كان بينتهي بحاجه من ثلاثه، صح؟ كان بينتهي بحاجه من ثلاثه، كان بينتهي يا اما بآره او آره او إيره، صح؟ كان بينتهي بآره او آره او إيره، ده الفعل المصدر، صح؟ قلنا اللي هو الخام، زي انداري، مانجاري، بارتيره، تمام، بالشكل ده. طيب ده بالنسبه للفعل ايه؟ الفعل المصدر. طيب التصريف، التصريف الثالث، التصريف ايه؟ التالت، ماله بقى؟ ينتهي، بينتهي بايه بقى؟ بينتهي بحاجه من ثلاثه. بص بقى، هو بيعمل ايه بقى؟ المفروض ان هو بيشيل الار بتاعت الفعل المصدر ويحط اطو، ويحط ايه؟ اطو. هنا عندنا يشيل الاري ويحط اوتو، يحط ايه؟ اوتو. يشيل الايره ويحط ايه؟ ايتو. يبقى النهارده اعرف ان التصريف الثالث بينتهي بحاجه من ثلاثه، يا اما اطو او اوتو او ايتو، اهو بالشكل اللي قدام مننا ده، تمام. يبقى التصريف التالت بينتهي بايه؟ اتو، اوتو، ايتو. تاني، التصريف التالت بينتهي بايه؟ بينتهي بحاجه من ايه؟ من ثلاثه، يا اما باتو يا اوتو ايتو. ماشي، يعني احنا مثلا لو عندنا فعل زي فعل اهو، مثلا اوضح لك هنا، مثلا عندنا فعل زي فعل انداري مثلا اهو. ماشي، انا عندي دلوقتي فعل زي فعل مثلا ايه؟ انداري اهو. لو انداري ده انا عايز اجيب منه توظيف تالت، طبعا ما هو كده كده الاختيارات بتبقى ايه؟ محدوده، هي معروفه يعني، مش انت اللي بتحط او بتجيب او كده، هي الاختيارات بتبقى موجوده، تبقى اسمها ايه؟ انضاتو اهو، تمام. ده كده مصدر، ده كده ايه؟ مصدر اهو، عشان اخره ايه؟ ار. هنا اخره ايه؟ يبقى ده ايه ده؟ ده بي بي او تصريف ايه؟ تالت. ماشي يا جماعه، يبقى النهارده الفعل المصدر ار اير ايره، انما التصريف التاني بيبقى اخره ايه؟ اتو، اوتو، ايتو. التصريف التاني بيبقى اخره ايه؟ اتو، اوتو، ايه؟ ايتو اهو بالشكل اللي قدامنا ده، تمام. يبقى احنا هنكتب ايه دلوقتي هنا؟ هنكتب طبعا عندنا ان التصريف التالت ينتهي، بينتهي بايه؟ باتو او اوتو او ايتو اهو. عرفت كده التصريف التالت، يا اتو يا اوتو يا ايه؟ يا ايتو، بالشكل اللي قدام مننا ده، تمام. يا اتو يا اوتو يا ايتو بس. ماشي، يبقى النهارده الشقين ايه هم بتوع زمن الماضي؟ يا اسر او افارق اهو، اول شق ده اهو، يا ده يا ده، واحد منهم زائد التصريف الثالث. حلو، بعد ما خلصنا كده نقدر نقول، نقدر نجيب شكل، تمام، لزمن الماضي المركب. ممكن يبقى شكله عامل ازاي بقى؟ بص اهو، ممكن مثلا يبقى عامل ازاي؟ اقول لك مثلا سونو، او سونو بتاعت ايو، انداتو، سونو انداتو اهي. سونو انداتو معناها ذهبت، ذهبت، تمام، او اللي هي ايه؟ رحت. طيب حاجه كمان بقى فارق، هقول لك او مانجاتو، او مانجاتو، تمام، حطيت ايه؟ افير. او مانجاتو طبعا ده فعل مانجاري، تمام. او مانجاتو معناها اكلت، معناها ايه؟ معناها اكلت. حلو كده، ماشي اهو بالشكل. يبقى هنا عندنا سونو انداتو واو مانجاتو، شايف؟ دي هنا كان اسر وتصريف ثالث، في الناحيه الثانيه كان ايه؟ كان في افير وايه؟ وتصريف ثالث، زي ما احنا ايه شايفين كده مع بعض. طيب الفكره دلوقتي يا جماعه، جه في مره واحد سالني، تمام، قال لي دلوقتي مثلا يا سينيور، لو انا عايز اقول انا ذاكرت، قلت له حلو. راح قال لي طيب انا هعمل حاجه حلوه، عندي فعل استودياره، تمام، اهو يذاكر، صح، ولو جبت منه تصريف ثالث قال لي استودياتو، قلت له الله ينور عليك، استودياتو ده كده ايه؟ اهو، تمام، تصريف ثالث اخره اتو. قلت له كلام جميل. قال لي طب انا دلوقتي يا ترى استخدم معاه اسره ولا استخدم معاه افاره؟ ده سؤال بيطرح نفسه. يعني أنا دلوقتي عايز اقول ذاكرت، تمام، هنا عندنا استودياتو، طيب هنا مره عدت لي سونو انداتو، وهنا مره قلت لي اومانجاتو. طيب الله، طب ايه اللي يميز لي؟ ماشي، طب هنا مانجاتو، إيه هنا استودياتو فعل يذاكر، هل انا لو عايز اقول انا ذاكرت اقول ايه؟ اقول سونو، تمام، استودياتو، ولا اقول او ستودياتو؟ اختار على اساس ايه؟ قلت له بص، هريحك في الحته دي كويس قوي. ماشي، هو طبعا الفكره اللي هو امتى اختار اسر، يعني امتى احط مع اسر وامتى احط مع افاره. قلت له بص، هريحك في الحته دي كويس جدا. ايه هي؟ لان احنا عندنا في الايطالي 16 فعل هم بس اللي بيجوا مع اسر،
ماشي. ممكن حد دي تكون تسمعها في المدرسه او في اي حته تانية، يجي يقول لك ايه افعال الحركه والانتقال والسكون. ماشي. دي الافعال اللي بتاخد ايه اس. عندي 16 فعل في اللغه الايطاليه كلهم هم اللي بياخدوا ايه اس، والباقي كله بياخد ايه افيرا. فهمنا ازاي؟ يبقى عندي 16 فعل بياخدوا اسر والباقي كله بياخد ايه افيرا. من ضمن الافعال دي هو فعل انداري، لان انا بص اهو انداري هنا قلت ايه سونو انداتو. سونو انداتو يعني معناها ايه ذهبت. تمام معناها ايه ذهبت. فهمنا ازاي يا جماعه؟ فطبعا بالشكل ده تقدر ان انت ايه يا جماعه تقدر ان انت تعرف امتى تستخدم اسر وامتى تستخدم ايه افعل. طيب هكتبها لك هنا تمام عشان ابقى صريح معاك. انا هكتب لك اهمهم اللي انا محتاجك تعرفهم قوي. ماشي. ويا ريت تذاكرهم لي يا ريت. وعشان ابقى صريح معاك هم في الترم الاول مش هيفرقوا معاك كتير، بس في الترم الثاني لازم تبقى عارفهم. بص انا بحاول اسهل عليك، انا مش عايز ابقى ضدك، مش مفيش حاجه كده اللي هي تبقى ايه مش مهمه واجي اقول لك ايه مهمه، او حاجه مهمه واجي اقول لك مش مهمه. لا كل حاجه تاخد حقها. في الترم ده عشان ابقى صريح معاك الافعال دي خلي عندك نبذه معينه منها، عندي خلفيه. في الترم الثاني لازم ابقى حافظهم، والا مش هعرف احل، لان الترم الثاني عندي تكمله لزمن الايه الموج. هكتب لك اهو افعال تاخذ السر، يعني افعال بتيجي مع مساعد ايه مساعد السر. احنا قلنا 16، هكتب لك منهم النهارده ايه اهمهم. ماشي. هكتب لك حوالي 10 مثلا، هكتب لك 10 او ايه او 12 دول المهمين واللي بيجوا كتير جدا جدا جدا. طيب زي ايه يا جماعه؟ قال لي رقم واحد عندي انداري. انداري تمام. انداري اللي هو فعل ايه فعل يذهب. واحد ذهب تمام. عكسها فعل واحد ايه جه. طبعا فعل فينيرا اهو. بص يبقى ده يذهب عكسها ايه ياتي يجي فينيرا. تمام. طيب عندنا بعد كده فعل مثلا عندنا arrivare. arrivare اللي هو فعل يصل. تمام يصل. التاني مثلا عكسها تبقى بارتيرا. بارتيرا اللي هي معناها ايه معناها يرحل. بارتيرا اللي هي ايه معناها يرحل. ماشي. طيب بعد كده عندنا طبعا اوشيرا. كل دول بيجوا مع اسرا. اوشيرا طبعا معناها يخرج. يخرج. تمام. الناحيه التانيه عندنا انتراره. تمام انتراره تمام معناها يدخل. تمام انتراره اللي هي معناها ايه معناها يدخل. ماشي. طيب ايه كمان من ضمن الافعال؟ عندنا فعل تورناره. تورناره اللي هي معناها يعود. تورناره معناها ايه يعود. في عندنا برضو ريتورناره. ريتورناره يعني ايه ريتورناره يعود مرة أخرى. طبعا ده هنا مكتوبين في المصدر، ها طبعا بيبقى إيه جايبين لهم منهم تصريف إيه تصريف تاني. طيب عندنا بعد كده عندنا ستارة. ستار اللي هو معناه يبقى. ستار معناه ايه يبقى يبقى يفضل. تمام. عندنا طبعا فعل ريمانيري. ريمانيري اللي هي برضو معناها يبقى او يظل. ماشي. يبقى او ايه او يظل. تاني يبقى عندنا انداري اللي هي معناها ايه يذهب. فينيري ياتي. اريفاري اللي هي معناها يصل. بارتيري اللي هي معناها يرحل. اوشيري تمام اللي هي معناها يخرج. انتراري معناها يدخل. تورناري يعود. ريتورناري يعود مرة أخرى. ستاري اللي هي فعل يبقى. ريمانيري معناها طبعا إيه برضو يبقى أو إيه أو يظل. ماشي. عندنا إيه تاني برضو من ضمن إحنا لسه طبعا عندنا دي عندنا قادرة. قادرة اللي هي معناها إيه معناها يسقط. يسقط. تمام يسقط أو يقع. تمام. قادرة تمام معناها إيه يسقط أو إيه أو يقع. أوكي. طيب عندنا إيه عندنا بعد كده ايه عندنا مثلا إيه حاجه تانية ريو الشيره. ريو الشيره اللي هي معناها ايه معناها ينجح. تمام. تمام. ريو الشيره اللي هي معناها ايه معناها ينجح. اوكي اهو. تمام. طبعا في حاجات تانية عندنا فعل سوتشيدا يحدث. فعل طبعا مريره طبعا اللي هي معناها يموت. نشر يولد. في افعال تانية طبعا قلت لكم هم بيوصلوا لحوالي ايه 16 فعل. طبعا ريو الشيره معناه ينجح. تمام معناه ايه ينجح. حلو. دي يا جماعه الافعال اللي بتاخد السنه. تمام يا ريت ابقى عارفها. ممكن يعني انا هقول لك حفظ، ولكن انت يعني خلي عندك خلفيه معينه، عندك وقت للحفظ بشكل كافي. احفظهم هيسهلوا عليك في الترم الثاني. ماشي. ما حفظتهمش بالشكل اللي هو الكافي او المظبوط،
ممكن مفيش مشكله نيجي في الترم الثاني وتقدر ان انت تذاكرهم بشكل كويس، ماشي. ولكن اكيد يفضل ان انت تكون مذاكرهم بشكل كويس عشان تريح نفسك على الاقل في في الترم. بعد كده يا شباب عندنا حاجه مهمه جدا برضو لازم تكون عارفها كويس قوي في الزمن الماضي، وهي حاجه اسمها التبعيه. حاجه اسمها التبعيه. ايه هي يا جماعه التبعيه دي عشان نبقى فاهمين كويس؟ قال لي التبعيه هي تغيير الحرف الاخير، تمام، تغيير الحرف الاخير في التصريف الثالث. تمام، تغيير الحرف الاخير في تصريف الثالث. الحرف الاخير فيها بيتغير. تمام، يعني هو التبعيه دي ده يا ترى ده بيتغير ولا لا؟ شايف اهو، شايف هنا بيتغير ولا لا؟ هنا بيتغير ولا لا؟ يا ترى بيتغير مع اسره، بيتغير مع افيرا، ولا ما بيتغيرش اصلا؟ تمام، ولو بيتغير على اساس ايه؟ تمام، ده اللي احنا عايزين نعرف. ماشي، طيب تعال نكتب مع بعض شويه امثله، ماشي، ونشوف كده الدنيا فين. طيب اول حاجه اكتبها مع اسره. تمام، هنكتبها مع اسره عشان نعرف يا ترى في تبعيه ولا ما فيش تبعيه. طيب هكتب اول حاجه هنا عندنا باولو. تمام، واجي اقول لك تمام، انضاء وسيب اخر حرف اهو. طب حاجه اكتب مثلا هنا ساره. تمام، انضاء وسيب اخر حرف. طيب ماشي اهو. بعد كده عندنا هنا اهو كده نشد خط حتى كده. عندي مثلا ممكن اقول مثلا اهو، هاجي مثلا اقول هنا عندنا راجاتسي. طبعا انت لو تاخد بالك انا مره عملت مره مفرد مذكر، مره مفرد مؤنث، ماشي، وهنا مره بعد كده هكتب جمع مذكر، ماشي، واكتب جمع مؤنث. راجاتسي سونو. تمام، هنا عندنا انضاء وسيب اخر حرف. اخر حاجه عندنا لي راجاتسي التبعية اللي في الصدى. سونو التبعية بتبقى في فيرب استري بس. احنا لسه هنقول اهو، دي معلومه ولا انت بتسالي؟ أنا مش عارفة، هو يعني أنا ما سمعتش، كان بتاع معلق الصوت. احنا بنتكلم دلوقتي يا ترى في تبعيه ولا مفيش، ماشي، فاحنا بنكتب دلوقتي امثله عشان الامثله دي هي اللي هتوضح لي. تمام، تمام. فانا كتبت امثله، والامثله كنت بعتمد فيها ان انا بغير اسر وافعال. يعني هنا طبعا حطيت جمع مذكر، وهنا جمع مؤنث، وهنا كان مفرد مذكر، وهنا مفرد مؤنث. طيب تعال نشوف بقى في تبعيه ولا لا. فهنا قلت بقوله انضاطو، ادي حطينا الاو، ماشي. سارة انضاطه، ده ده اتغيرت، نخلي بالنا. طيب راجاتسي، خلي بالك ده جمع مذكر، فاقول انضاتي. تمام، وهنا عندنا ليه راجاتسي يبقى انضاتي اهو، بالشكل اللي قدام مننا ده. تمام اهو بالشكل اللي قدام. يعني هنا نقدر نقول ان الحرف الاخير بيتغير، صح؟ هنا نقدر نقول ان الحرف الاخير بيتغير، صح؟ طيب بيتغير على اساس بيتغير على اساس الفاعل اللي موجود فين في الاول. بيتغير على اساس الفاعل اللي موجود فين في الاول. فهمنا ازاي؟ يبقى هنا نقدر نقول يا جماعه، نكتب ونقول ان هنا عندنا طبعا، ماشي، يوجد، نكتب كده تحت اهو، يوجد تبعية مع مع السلام. يوجد تبعية. يعني ايه يوجد تبعية؟ يعني الحرف الاخير بيتغير. يعني الحرف الاخير بيتغير. طب بيتغير على اساس بيتغير على اساس الفاعل اللي موجود فيه. يعني هنا بقوله كمفرد مذكر، دي بقت بالاو. هنا صار مفرد مؤنث، بقت بالايه راجاتسي بقت بالاي، ليه راجاتسي بقت اهو. زي ما احنا شايفين. عرفنا بقى ازاي يبقى دي بتتغير. طيب تعال نشوف تعال نشوف افيرا. يلا بينا اهو افيرا. حلو كده اهو. تعال نشوف افيرا. طيب هنكتب نفس الاربع امثله برضو. هكتب اهو مثلا، بس طبعا بقى هنغير في التصريفات. مثلا باولو. تمام، باولو. هقول لك بس هنا بقى افيرا مثلا مانجا وسيب اخر حرف. هنا عندنا مثلا ساره. تمام، مانجا وسيب اخر حرف. عندي بعد كده هنا عندنا مثلا اهو الراجاتسي. طبعا راجاتسي اسم جمع، فبنصرف مع لورو. لورو في افاري عايزه انو. تمام، انو. طبعا بقى عندنا هنا ستوديا وسيب اخر حرف.
انا غيرت هنا ستودياتو ماشي مش مشكله، المهم ان في افير. هنا عندنا لي راجاتسي جمع مؤنث انو، تمام. هنا مثلا اهو استوديا وسيب اخر حرف. يلا بينا اهو يلا. اول حاجه هنا عندنا باولو ده ايه مفرد مذكر فاخترت مانجاتو بالاو. هنا ساره مفرد مؤنث اخترت مانجاتو برضو بالاو. اي راجاتسي جمع مذكر اخترت برضو بالاو. ليه راجاتسي برضو اخترت ايه بالاو. يبقى خلي بالنا هنا ونكتب جمله بقى جميله جدا ان لا يوجد تبعيه مع مين بقى؟ مع افيرا. يعني مفيش تبعيه، يعني افيرا يا جماعه وانت بتحل انت خليك عارف ان هو دايما ثابت بحرف ايه؟ بحرف الاو اهو. مانجاتو ستوجاتو كلها ثابته بايه؟ بالاو ما بتتغيرش. يبقى انا عرفت النهارده ان التبعيه هو تغيير الحرف الاخير في التصريف الثالث. طيب امتى بيتغير الفعل؟ بيتغير على حسب ايه طبعا، لو هو معاه الفعل ده معاه اس ده ماشي بيتغير. طب بيتغير على اساس ايه؟ بيتغير على اساس الفاعل اللي موجود في اول جمله. هنا باولو كانت بالاو، ساره كانت بالاي، راجاتسي جمع مذكر كانت بالاي وجمع مؤنث كانت بالاي زي ما احنا شايفين. انما افارق دايما ثابته بالاو. بص باولو مفرد مذكر بالاو، مفرد مؤنث بالا، جمع مذكر بالاو، جمع مذكر بالاو، جمع مؤنث بالاو، كلها بالاو عادي جدا. يبقى عرفنا بقى مين اللي بياخد تبعيه ومين اللي ما بياخدش تبعيه. طبعا اللي بياخد تبعيه هو السره، اللي ما بياخدش تبعيه هو مين؟ هو افارق. اللي ما بياخدش تبعيه هو مين؟ هو افعل. بالشكل اللي قدام مننا ده يا جماعه. فهمنا ازاي؟ اهو ده اللي انا طالبه ايه؟ طالبه منك ماشي، مش عايز حاجه تانية. فدلوقتي اللي بتكلم عليه ده هو ازاي تقدر تحول ايه الاسم لايه؟ لضمير. حلو. طيب دلوقتي عندي ايه؟ عندي الاسم المفرد. لو لقيت اي اسم مفرد دينو باولو كيارا ماريا احمد محمد الكلام، اي اسم مفرد بصرف مع لوي ولاي بعتبره هو غائب. طيب الاسم الجامع اعتبره برضه غائب، بتتكلم على اصحابك ناس كتير بس مش معانا دلوقتي اقول عليهم هم، يبقى لورو. حلو. طيب اما اجي اقول لك اسم مفرد بس معاه كوما، خلي بالك بقى من ايه؟ من الكوما. اسم مفرد وكوما ده تو. اسم مفرد وكوما ده ايه؟ ده تو. طيب اسم جمع ومعاه كوما، تمام. الكوما يا جماعه قلت لكم مخاطب كاني بكلمه، يعني انا اسم جمع وكوما يعني انا بكلم ناس كتير قدام مني فاقول لهم فوي. فاقول لهم ايه؟ فوي اللي هي ايه؟ اللي هي انتم. حلو. طيب نيجي بعد كده عندنا ايو زائد اسم انا وحد يبقى نوي اللي هي نحن. تو زائد اسم انت وحد يبقى انتم. جمع احفظك يا جماعه، انا وحد يبقى نحن، انت وحد يبقى ايه؟ يبقى انتم. ماشي. طيب لو لقيت اسم زائد اسم طبعا يبقى ايه؟ طبعا هنا يبقى اسم جمع طبعا ما معهمش كوما يبقى غائب يبقى لورو. اخر حاجه ما هنا وكوما دي صيغه الاحترام ضمير اسمه ايه؟ لي. ضمير اسمه ايه؟ لي. زي ايه يا جماعه؟ اس اي جي ومعاه كوما اختصار سنيور. كلمه بروف اللي هو اختصار بروفيسوره ومعاه كوما. تلاقي مثلا كلمه ايه؟ كلمه سينيورا ومعاها ايه؟ ومعاها كوما. دي كده كلها صيغه ايه؟ صيغ ايه؟ احترام. اما بتشوفها بتصرف مع ضمير اسمه لي، واللي هنا بمعنى ايه؟ بمعنى حضرتك. ماشي يا جماعه. طيب نيجي بقى لايه؟ للاسئله. اول سؤال لما اجي اقول لك ايه هنا عندنا ايري. ايري يعني امس، تمام. حاجه اقول لك عندي ماريا نقط، تمام، ايه؟ اسكولا. حلو. وتعالى بقى شوف مين اللي هيعرف يجاوب صح، يا ريت بقى اللي عارف يبقى يقول لي. يلا بينا. عندي ايه؟ عندي هنا عندنا طبعا عندي سونو، تمام، انداتو. حاجه اقول لك ايه؟ انداتا. حاجه اقول لك ايه؟ انداتو. حاجه اقول لك فا. حد يعرف انهي الاجابه الصح هنا؟ يبقى طبعا كان بالنسبه لاول سؤال، طبعا فالاجابه هتبقى ايه طبعا انداتا لانها لوي ولي وفي تبعيه. وبالنسبه للثانيه طبعا ايو واسم انا وحد يبقى نوي والاختيارات كلها افيرا. فطبعا افيرا عايزه ايه؟ طبعا عايزه ابيامو. بس كده يا جماعه مفيش طبعا ايه حاجه تانية ممكن ان احنا نضيفها. قلنا كل حاجه في زمن ايه؟ في زمن الماضي. اول سؤال هنا عندنا يا جماعه في صفحه 92. طبعا عندنا ايه؟ طبعا هنا عندنا جوليا او كارلا وكوما. اسم مفرد وكوما لسه قايلينه مع بعض، ده كده يبقى ضميره ايه؟ اي بوليتو. جدعه الله ينور عليكي. اي بوليتو صح ممتاز، لان طبعا ضميره تو وتو عايزه ايه؟ اي. الله ينور. اللي بعد كده عندنا مارتا ايه؟ انا. مارتا وايه؟ وانا. حلو. ده كده اتنين جمع، طبعا الجمع يبقى ايه؟ لورو.
صح ايه جمع يبقى ايه لورو لورو يبقى انو ايه استودياتو حلو. باولو كوما باولو كوما ده كده ايه يا جماعه اهي في الاول خالص ها باولو معاه كوما يبقى كده تو صح تو يبقى ايكون براتو. اي كومبراتو صح الاجابه الثالثه ممتازه. طيب راجاتسي وكوما راجاتسي وكوما ده كده فوي. جمع كوما الله ينور عليكي فوي وفوي عايزه ايه عايزه افيتي ريتشيفوتو صح الله ينور ممتازه. لستات الصيف سكورسا طبعا ايه الصيف اللي فات طبعا عندنا ايو ايه طبعا عندنا طبعا دينو ايو اي دينو انا ودينو انا ودينو كده يا جماعه يبقى ايه نحن نوي يبقى نوي وطبعا ما فيش غيرها. سيامو بص هو بيظبط لي التبعيه زي ما هي طبعا انداتي تمام يبقى سيامو ايه سيامو انداتي. طيب ايري امس باولو باولو اهو اسمه مفرد له يولاي صح يبقى عايز ايه صح باولو اسمه مفرد له يولاي ايه اوشيتو الاجابه طبعا ايه الاجابه الثانيه ماشي. طيب اكي اورا في اي ساعه نقط تو ايه تواصل لاختك يبقى عايز اقوله في اي ساعه رجعت اختك في اي ساعه رجعت مين اللي رجعت اختك هي صح لو يولاي تورنات. صح اير تورنات. تورناتا تمام عشان التبعيه مظبوط الله ينور. طيب اللي بعد كده طبعا انا لك بير اريفاري ان تيمبو عشان اوصل في الموعد او نقط لاوتوبوس عشان اوصل في الموعد انا يبقى ايه وعايزه ايه طبعا عايزه او يبقى ايه طبعا او بريز ماشي. بالشكل قدامنا ده زمن الماضي يا جماعه ده زمن الماضي اللي هو بيتكون من ايه من كلمتين